السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح ال variables. ال variables هي واحدة من أهم المفاهيم الأساسية للبرمجة، المفروض تكون أنت عارفها. ال variables بكل بساطة هو المكان اللي بخزن فيه ال informations بتاعتي. يعني ممكن أقول هو عبارة عن الصندوق اللي بحط فيه حاجاتي. سؤالي هنا، أنا دلوقتي لو عندي صندوق والصندوق أنا حاطط فيه مجموعة من الكتب، هل الصندوق بيساوي الكتب؟ يعني الصندوق هو الكتب؟ لأ. الصندوق هو عبارة عن المكان اللي بخزن فيه الكتب، والكتب هي الحاجة اللي أنا مخزنها في الصندوق. يبقى خلينا بس فاكرين إن ال variables مش هو ال informations بتاعتي. تمام؟ ال variables يعني متغيرات. يعني أنا ممكن أغير القيمة بتاعتها. يعني بدل ما أحطها في الصندوق كتب، ممكن أحط فيها كريس. بدل ما أنا حاطط في ال variables بتاعتي أرقام، ممكن أحط فيها حروف. تمام. يبقى انا عاوزه اقول ان الفاريبلز هو المكان اللي بخزن فيه الانفورميشنز، وان قيمه الفاريبلز ممكن تتغير عادي. خلينا نطبق الفاريبلز على السكراتش. دلوقتي لو عاوز اعمل آلة حاسبة بسيطة، هعمل ايه؟ هكون محتاج الارقام اللي انا هستخدمها في الآلة الحاسبة، ومحتاج العملية بتاعتي. يبقى دي خلينا لو انا عاوزة يعني مثلا اجمع رقمين واطرح رقمين واضرب رقمين، فاول حاجة خالص هعمل variables بالرقمين. هاجي هنا عند variables واختار make variables، وادي للفاريبلز بتاعتي اسم وليكن num1. num1. تمام. والفاريبلز التاني num2. وعاوزة variables أخزن فيه العملية الحسابية بتاعتي. هنيجي هنا ونختار العملية. المفروض انت تكتبها، بس أنا عشان أنا عاملة أكتر من مشروع فهي جاهزة عندي. تمام. خلينا بقى نقول وين جرين فلاج كليكت. نيجي هنا عند الايفنت. أنا عاوزة شخصية تقول لي أدخل رقم واحد، الرقم الأول يعني. هنيجي هنا عند ask، إن هي تخليني إن أنا تسألني عن رقم واحد، فهتقول لي هنا أدخل رقم واحد. طب بعد ما أدخل رقم واحد، أنا عاوزة الأنسر اللي جاي من الاسك هنا يتخزن في رقم ايه؟ في num1. هعمل كده ازاي؟ هاجي هنا عند variables واقول له set number 1 equal كام بقى؟ هتبقى equal الانسر بتاع الاسك. يعني خلينا بس اوريكم حاجه. لما يقول لي ادخل رقم واحد واقول له رقم خمسة، هلاقي ان نمبر 1 تحولت من صفر لخمسة. تمام تمام. وبعدين عاوزه اقول له يسالني تاني ويقول لي ادخل رقم اتنين. بالظبط كده. هاجي هنا برضو عند اسك واخليه يقول ادخل رقم اتنين. وزي ما توقعت بالظبط ان احنا هنخلي نمبر 2 ايكوال ايه؟ ايكوال انسر. ممكن بس نيجي هنا نعمل دوبليكيشن، وهنخلي هنا ايه؟ هنخلي هنا نمبر 2. تمام. وبرضو هنخليه يدخل العملية كده اهو. قول له هنا تمام كده، قول له ادخل العملية، وخلي العملية ايكوال ايه؟ ايكوال الانسر. انا عاوز اقول له والله لو العملية جمع، اجمع رقم واحد على رقم اتنين. لو طرح، اطرح رقم واحد من رقم اتنين، وهكذا. طالما بقول لو، يبقى انا بشرط عليه، يبقى انا هستخدم ايه؟ هستخدم جمل الشرط اللي هي فين؟ اللي هي من الكنترول. انا عاوزه اقول له بقى ايه؟ لو العمليه ايكوال ايه؟ لو العمليه، هنيجي هنا عند الفاريبلز ونجيب العمليه نحطها هنا، ايكوال جمع، يعمل ايه بقى؟ يطلع لي رساله فيها ناتج جمع نمبر 1 زائد نمبر 2.
نمبر 1، نمبر 1، نمبر 2. ونعمل دي برضو للطرح والضرب والقسمة. نعمل هنا طرح، ونغير بس الاوبريشنز بتاعتي ونخليها طرح. لو العملية ضرب، نغير دي ونخليها ايه، فاضل الاسم. إيه، خلينا نجرب كده. هيقول لي ادخل رقم واحد، هقول له 10. نمبر 1 شوف هو خليها بقت 10. رقم 2 خليها 2. ادخل العملية وليكن زائد، المفروض تطلع كام؟ تطلع 12. تمام تمام. خلينا نجرب حاجة تانية. هتقول لي ادخل رقم واحد، اخليها 20. رقم 2 هخليها وليكن 5. العملية وليكن ناقص الطرح يعني 15. طب نجرب تاني. 20، 5، القسمة. تمام. فاضل ايه؟ فاضل الضرب، وليكن مثلا 10. رقم 2 10 في. بس وبكده نكون عرفنا يعني ايه variables. قلنا ال variables هو المكان اللي بخزن فيه الانفورميشنز بتاعتي، وعرفنا ازاي نقدر نكريت variables على السكراتش. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، وكمان نهاية سلسلة تعلم السكراتش. السلسلة دي كان هدفها الأول والأخير اللي هنعرف المفاهيم الأساسية للبرمجة. واتمنى من الله ان انتوا تكونوا عرفتوها. انا بس مش عاوزاكم تكونوا متقنين المفاهيم، انا بس كنت عاوزاكم تبقوا عارفينها من الالجوريزم، من يعني ايه repeat statement، يعني ايه conditional statement، يعني ايه functions، يعني ايه اخيرا طبعا ال variables. ان شاء الله انتوا دلوقتي جاهزين ان انتوا تتعلموا لغة برمجة حقيقية وتكتبوا كود بايديكم. وانا ارشح لكم يعني لغة برمجة بايثون اللي هي ان شاء الله بتشرح على القناة ديت مع الباشمهندس عبد الله. وبكده نكون خلصنا رحلة تعلم السكراتش، واستنوني إن شاء الله في رحلة جديدة من تعلم البرمجة. كانت معاكم سارة خطاب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.